كلهم يسمع مباركم سعوديين. بارك الله فيكم. ثانيا يعني مدى استعدادكم النفسي والحزبي لاستئناف المشاورات الحكوميه؟ شوف، اولا كنعتز بهذه الثقه ديال جلاله الملك وكنعتبر ان هذه مسؤوليه ثقيله في هذه الظرفيه السياسيه الدقيقه. غادي نبذل ما في وسعي الجهد ديالي باش نكون عند حسن الظن ديال الجميع. وبطبيعه الحال لابد ان اشكر جميع المواطنات والمواطنين اللي كانوا اولا عطوا الثقه ديالهم لحزب العداله والتنميه، وللذين اعطوني شخصيا ثقتهم في دائره المحمديه. ونشكر جميع المواطنين والمواطنات الذين بادروا الى الاتصال بالتهنئه والدعاء بالتوفيق، وان شاء الله ما يكون غير الخير. وتبقى نفس المواقف ديال الاتحاد ضد الاتحاد الاشتراكي؟ هذا كلها اسئله سابقه لاوانها. انا الان سؤال التعيين الان غادي نجلسوا، ساقوم باللقاءات الضروريه ثم بعدها سنحدد. والمجلس باقي غدا؟ الموقف الضروري المجلس الوطني باقي غدا بطبيعه الحال. في العثماني تجتمعون غدا في اطار لقاء برلمان الحزب في مدينه سلا من اجل التشاور. تعيينكم اليوم هل سيغير جدول الاعمال ام لا تزالون عند بيان البارحه الذي بدا واضحا صريحا يتحدث عن ثوابت انتهى عندها ستيفن كيران؟ اولا لن يغير من جدول الاعمال الذي هو تقرير اولي، ثم من بعد المناقشه، ثم سنرى اي توجهات ديال المجلس الوطني للحزب العثماني ان شاء الله. شكرا جزيلا.